بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه يا جماعة وسلموا تسليما. بسم الله نبدأ كده يا جماعة. أنا جبت شوية النهاردة شوية إزاز برضو للمطبخ. أنا لسه برضو ما بدأتش في حاجة النيش خالص. فجبت طقمين كده برضو حلوين، اللي مش للنيش، للمطبخ. وفي حاجات يعني ممكن تنفع اوريكم بقى وانا بعرض لكم كده. في حاجات ممكن ايه اخد رايكم فيها ان هي ايه ممكن احطها في النيش ولا لا. اول حاجه يا جماعه طبعا انا جبت ايه اللي هو الطقم ده طقم ماركه باشا باتشي. هو عباره عن ايه 6 طبعا كوبايات اللي هما البومبي. يعني انت تشوفهم معايا كده اهم. شكلهم حلو وعجبني. والنوع ده في منه 3 اشكال يعني او 3 الوان. اللون السيموني اللي هو انا بوريه لكم ده انا عجبني، بس هو حقيقي يعني الكاميرا ظلماه. يعني الكاميرا بالصراحة يعني ظلماه. شكله حلو كده وعجبني. هو أرق واحد يعني في الالوان، فانا عجبني الشكل ده فجبته. هو عبارة عن زي ما بقول لكم 6 كوبايات اللي هم الكبار اللي هم البومبي. انا بوريها لكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين الكرتونة كده يا جماعة، محطوط عليها 3 الوان. اللي هو اللون السيمون اللي انا بوريه لكم ده، ومحطوط عليه وفي اللون اللي هو الموف الغامق، وفي الموف واللون الازرق. انا عجبني يعني اكتر حاجة يعني صراحة عجبتني اللون ده. يعني هي الكاميرا زي ما بقول لكم ظلماه، بس هو شكله حلو. آه، ده اهو زي ما بوريه لكم كده. انا جبت منه الكبير ده وهوريكم برضو في 6 تانيين اللي هم الاصغر منه. ده كان يا جماعة كنت جايباه ب265 جنيه. ده كان ب265 جنيه. زي انا بوريلكم يعني الحاجات دي. هي دي تركي، يعني الصناعة تركية، بس هو حلو يعني آه التركي يعني حلو بصراحة. بس برضو ده انا مش هحطه طبعا في النيش. ده انا جايباه زي ما بقول لكم، اديني كده بوريلكم اهو الالوان بتاعته اللي انتوا شايفينها على الكرتونة دي، اللي هو السيمون واللي هو الموف والازرق. اللي انا انا كده بوريكم برضو علامة الدمعتين اللي هي بتاعت اللي هو الباشا باتشي. بس في بيقولوا يا جماعة باشا باتشي دلوقتي اتضرب، بس يعني اتأكدوا من الدمعتين اللي هما مكتوبين على الكوبايات من تحت. دي بقى تاني كرتونة يا جماعة، اللي هي زي ما بقول لكم نفس البومبي كده، بس على حجم اصغر، وبرده نفس اللون. كان في برضو يا جماعة اللي هي نفس اللون كده، بس كانت زي كوباية، يعني كوباية شاي. دي ممكن تنفع عصير برضو. هي مش الكاميرا برضو جايباها صغيرة، بس هي ممكن تنفع برضو عصير. برضو هما برضو 6 زي ما بوريكم كده. هو اللون بصراحة يعني طلع مش عارفة فيه يعني اللون طلع مش حلو في الكاميرا خالص، بس هو على الحقيقة يعني انا عجبني اللون اكتر من الموف واكتر من الازرق. ده برضو زي ما بقول لكم كده زي ينفع عصير شاي، يعني هو مش هيقول لا يعني. ده تاني دول تاني 6 من نفس الشكل ومن نفس الماركة. برضو يا جماعة انا جبت طقم برضو هوريه لكم دلوقتي. طقم كوبايات مية سادة. برضو انا ما بحبش اي حاجة في يعني اطقم المية تبقى سادة. بس في طبعا انا هجيب برضو في حاجات بتبقى اللي هي السيلفر والجولد، هجيب منه ان شاء الله. ده برضو يا جماعة انا جبته برضو 6 زي ما بوريكم كده. وانا كنت جايبة منه على فكرة 6 6 مية منه قبل كده. انا عادي ما بتفرقش معايا. زي ما بقول لكم ممكن ساعات بجيب الحاجات لما بلاقي عليها عروض، ساعات بجيب الحاجة حتى لو عندي منها حاجة يعني مثلا جايبة منها قبل كده، بس عشان خاطر ان انا زي ما بقول لكم معايا بنتين، فعادي اللي مش هينفع للبنت ده ينفع للبنت التانية. وزي ما انتوا شايفين الاسعار، يعني انا برضو لقيت عليه عرض بصراحة. يعني انا كنت جايباه في البداية خالص يا جماعة، كنت جايباه من رنين، كنت جايباه ب135 جنيه او ب140. دلوقتي عليه عرض وجبته ب170 جنيه. الطقم اللي عدى اللي هو الصغير ده انا جايباه ب250 جنيه. يعني الكبير كان ب265،
الصغير منه ب250 جنيه. برضو يا جماعة دي برضو معمول عليها عروض، يعني ده بدل 300 و300 وحاجة، اللي هو التركي اللي هو الألوان. الألوان بيبقى أغلى دايما من اللي هو الإيه السادة، أو اللي هو الشكل المية يعني، أو الشكل اللي هو الأبيض يعني. الألوان بتبقى في التركي أغلى من اللي هو العادي يعني. كل ده زي ما بقول لكم يا جماعة كان معمول عليه عروض. أنا والله جايباه معمول عليه عروض، لأن الحاجة زادت أضعاف أضعاف أضعافها يعني. فالحمد لله أنا بوريكم كده الإيه الأشكال اللي أنا إيه، ده الشكل اللي أنا جبته، وده الشكلين التانيين اللي أنا إيه بوريه لكم. شوفوا يا جماعه، يعني انا بقول لكم انا كنت جايبه الطقم كوبايات اللي هو الميه ده، كنت جايباه من رنين في الاول خالص، برضو كان معمول عليه عرض، كان ب135. جبته دلوقتي معمول عليه عرض وجبته ب170 جنيه. كل دي يا جماعه زي ما بقول لكم بتبقى الحاجات دي معديه يعني. انا كان ده حوالي ب300 وحاجه، جبته ب250 او ب260. جبت طقم الكاسات ده يا جماعه. هي دي طبعا، هي دي طبعا الماركة اللي هي ايه مصرية سيتي كلاس. والله شكلها حلو جدا يا جماعة وعجبني، ولون يعني شكل الكاس حلو جدا جدا وميته حلوة قوي. فلقيت شكله حلو كده، وبالنسبة للأسعار اللي أنا بسمع عنها كده لقيت سعره يعني ايه مش غالي. أنا مرة والله يا جماعة من حوالي كام شهر سألت عليه، وبرضه نفس الماركة كده قال لي ب500 جنيه. والله يا جماعة محل قال لي ب500 جنيه. لقيته عند الراجل ده. يعني الحاجات دي انا مش جايباها من مكان واحد، يعني في ممكن طقم اكون جايباه من محل، في طقم زي ما بقول لكم في حاجات عروض يعني. معلش ساعات بفصل كده، بتبقى في ازعاج كده في الشارع جامد وانا على شارع فايه. بفصل الفيديو خلاص عشان يطلع الصوت ايه واضح لكم قوي. زي ما بقول لكم الحاجات دي انا كنت جايباها ايه. ده برضو كنت لقيته عليه عرض برضو، ولقيته ب267 زي ما انتوا شايفين كده. فانا ايه جبته. دي يا جماعة كانت ايه اهو زي ما بوريكم كده ايه سعره ب267. الاسعار برضو زادت. انا بيقولوا الاسعار نزلت، لا بالعكس الاسعار برضو زايدة زي ما هي، مفيش فرق. هي دي يا جماعة كانت شوية الحاجات اللي انا ايه جبتهم النهاردة. يا رب الحاجات تعجبكم. متنسوش يا جماعة لايكات كتير قوي قوي للفيديو، اللايكات بترفع الفيديو ان شاء الله ويتشاف. بتمنى منكم يعني ان انتوا تعملوا لايكات كتير 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 للفيديو. انتوا طبعا بتوحشوني كتير. بيبقى في فرق بين الفيديو والفيديو، فانا ايه دعواتكم كده ربنا يقدرني كده باذن الله، واخلص شويه الحاجات اللي انا ايه او مع بعض كده باذن الله، كل مره حاجه باذن الله لحد ما الحاجه ايه او الجهاز ان شاء الله باذن الله ايه يخلص. هي دي كانت يا جماعه شويه الحاجات اللي انا جبتهم النهارده. يا رب يكون زي ما بوريكم كده دي ماركه سيتي كلاس. يا رب الحاجات تكون عاجباكم، ويا رب باكم بفيدكم باي حاجه. استغلوا يا جماعه زي ما بقول لكم، دي حاجات كانت سعرها معدي فلقيت عليها عروض فاستغليت العرض. فاستغلوا كل عرض يعني ايه كل حاجه تلاقوها عليها يعني مثلا عروض استغلوها وهاتوها. دي يا جماعة كانت شوية الحاجات، ويلا مع ألف سلامة، وربنا يجمعنا على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. مع ألف سلامة.